نمنمة عاملة ايه؟ انا عندي ليكي مفاجأة. في مسابقة هنشترك فيها احنا الاتنين. انتي بس عليكي ان انتي تبعتيلي صورة ليكي بتاكلي فيها ايس كريم ولابسة نضارة لونها اصفر. ثانية واحدة ثانية واحدة، مسابقة ايه دي؟ مسابقة صورة ولا ديزاين ولا مسابقة ايه بالظبط؟ انتي اخداني كده في دوكة، ما تفهميني ايه الموضوع بالظبط يا فنجولة. هو ديزاين لفكرة اعلان، هيشوفوا احسن صورة هتتقدم لهم. خدي بالك يا فنجولة، ده مسابقة، يعني لازم الاعلان ده والصورة دي تكون من تصميمنا احنا ومن افكارنا احنا، ما تكونش صورة من على النت كده ولا كده. عيب عليك يا نمنمة، اكيد من افكاري ووحي خيالي وابداعاتي الفنية، انتي مش عارفاني ولا ايه؟ طب خلاص اتفقنا. إيه، لابسه نضاره صفرا وباكل ايس كريم، تمام. يوم كده وهبعتهالك، بس على وعدك احنا شركاء مع بعض في التصميم. متفقين. الحق يا نمنم، احنا كسبنا في المسابقة، ومش بعيد يوم ولا يومين ويطلبوا يتصوروا معانا ويعملوا معانا لقاء صحفي. احنا هنعمل دلوقتي لقاء صحفي مع فنجولة ونمنم، ونشوف مين صاحب التصميم. هل فنجولة هي اللي عملت التصميم الرائع ده ولا نمنم؟ وعاوزين كمان نتأكد من الاسم، هل هي اسمها نمنم ولا نمنمة؟ ايه ده؟ ده في خناقة كبيرة قوي ما بينهم، الاتنين بيتخانقوا على الديزاين. دي بتقول ان الديزاين ده بتاعها، والتانية بتقول لا ده بتاعي انا. ده في مفاجأة كبيرة في الأحداث، ده ظهر شخص تالت يدعى ميمو تقريبا، بيقول ان التصميم ده بتاعه، وان هو عنده مستندات من 2021 بده، وان هو هيقدم المستندات دي للقضاء عشان يقاضيهم. في الأحداث اللي بعد كده هنعرف مين صاحب التصميم، هل هو ميمو ولا فنجولة ولا نمنمة، ولو في سرقة فعلا ايه هو الدافع سرقة التصميم. لو عاوز تتابع معانا الأحداث ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.